ايوه عزيزي المتابع، انا حاسس بيك وعارف انت اوقات كده بتبقى عايز تخترع جايزه علشان بس تديها لاكتر فيلم ابن مرة سيء انت شفته في حياتك. بصراحه انا ممكن اديها لافلام، هتكلم عنها في اخر الفيديو، اقول لك ايه هم الافلام اللي انا ممكن اديهم الجايزه دي من اللي انا شفته. ايوه النهارده احنا بنتكلم عن تاريخ جائزه الرايزر. ما اعرفش جائزه الرايزر هي جايزه بتعطى اسوأ فيلم، لاسوأ ممثل، لاسوأ سيناريو والى اخره. هي نقيض جوائز الاوسكار. بص النهارده احنا بنتكلم عن تاريخ جوائز الرايزر وكل حاجه عنها وكل شيء عن الجائزه دي من بدايتها لحد النهارده. وبس كده، لو انت مشترك في القناه اعمل لايك للفيديو واكتب لي في التعليقات اي افكار عندك نعملها فيديوهات في المستقبل، واعمل سبسكرايب وفايز الجرس لو محبين محتوى السينما والفن. ويلا نبدا الفيديو. الشو تايم. في نفس الليله اللي بيوزعوا فيها جوائز الاوسكار، اللي هي الحلم الاول لاي ممثل في مجال الافلام، بيتوزع في نفس الليله على النقيض اكتر جايزه بيخاف منها كل الممثلين ومحدش عايز تتحط في السجل بتاعه، هي جوائز الرايزر. في سنه 81 في صحفي امريكي اسمه جون ويلسون. الشخص ده اخترع الجايزه بتعطى لاسوأ ممثل واسوأ فيلم، وهي جوائز الرايزر. الكلام ده كانت سنه 1981. كلمه رايزر مشتقه من كلمه راسبري اللي هي معناها الفقاعه اللي احنا بنعملها باللباب. وثمن الجايزه دي يعني كبير فشخ، $5. جايزه لو خدها ممثل او فيلم او اي حاجه بتبقى علامه سوداء في تاريخه الفني كله. في ناس اخذوا الجايزه دي واعتبروها يعني نكته، عملوها معامله النكت، زي بين افليك اللي انا ما بحبش تمثيله اصلا وبحسه انسان بارد، ليه بعض الفلاتات في بعض الافلام، بس انا ما بحبش بين افليك. انا اعتقد انه في الكتابه شخص كويس. وعندك برضو الممثل هاري بيري. على فكره مش صحفي واحد هو اللي بيعمل وبيهدي الجوائز بتاعت الرايزرز، لا، في اكتر من 650 شخص من هواة السينما والافلام وصناعه الافلام ومحترفين صناعه الافلام. سنه 2009 اجتمعوا كده هم من جوه وبره الولايات المتحده، واجتمعوا علشان يكونوا الفريق اللي بيصوت ويدي الجوائز دي، يعني هي لا تعطى عبثا. سنه 2010 الممثله ساندرا بولوك بتاخد جائزه الاوسكار عن دورها في Other Dimension. في نفس الليله اعلن عن ان هي اخذت جائزه اسوأ ممثله عن دورها في فيلم Everything About Steve. دي من المرات القليله جدا ان لو ممثله تاخد اوسكار اللي هي اعلى جائزه في المجال السينمائي، وتاخد اسوأ جائزه في المجال السينمائي واكتر جائزه الناس بتخاف منها. عندك ممثلين مشهورين زي باريس هيلتون ومايكي مايرز، اللي هو مايكل مايرز، برضو هم دول من الناس اللي خدوها. وعندك برضو من اشهر الممثلين اللي اخذوا الجائزه دي شخص زي جاريد ليتو، على ما اعتقد وانا لست متاكد ان هو خدها عن دوره في موربيوس. وبرضه من الناس اللي ترشحت للجائزه دي كان الممثل العظيم توم هانكس بسبب الاداء اللي عمله في دور إلدس. مش متاكد برضه، دي معلومات مش متاكد منها، هبقى احط لكم على الشاشه كده. سنه 2000 في فيلم نزل اسمه باتل فيلد ايرز، 9 جوائز لاسوأ فيلم وممثلين ومش عارف سكرين بلاي ومش عارف مونتاج، وخدها على سنوات متفاوته. رايزر أسوأ فيلم في التاريخ يعني، وكده اتصنف كده، يعني اللي هو الفيلم ده كان نقطة سوداء في تاريخ كل اللي اشتغلوا فيه. طيب لو هتسألني أنا إيه الفيلم اللي ممكن أخليه ياخد جايزة أسوأ فيلم، يعني بالنسبة لي في فيلمين بجد أنا شفتهم وأنا بصراحة أنا مش مسامح. فيلم ديث نوت، فيلم أتاك أون تايتن. الفيلمين دول، ودي مش أفلام أنمي يا جدعان، دي أفلام خدوها نتفليكس، حلبوا امها وبوظوا الدنيا خالص. ترى ليفاي كان اسمه شيكاشيما. It's really bad. ده مش شيء. فبجد ما كانش فيهم اي اداءات تمثيليه، ما كانش فيهم اي التزام بالنص، ما كانش فيهم اي شيء يقول ان دي سينما. ده كان عبث، ده كان تخلف، تمام. فالفيلمين دول بالنسبه لي هي دي اسوأ حاجه تتعمل. يعني نحمد ربنا ان هي ملهاش علاقه بالاعمال الاصليه اللي هي ديث نوت واتاك اون تايتن. الانمي دول اساطير، فالحمد لله يعني ان هو انت فاهم. فبس كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب. لو عندك افكار اكتب في التعليقات، وفعل زر الجرس لو عجبك المحتوى ده وبتحب ان احنا نكمل فيه. دعمني باللايك لانه مهم جدا. وبس كده، سلام.